امبارح تفرجنا في مباراة بلجيكا ومصر، مصر تفوز على بلجيكا وتأكد أنه كل شيء ممكن، يعني معناها تنقص الضغط على المنتخب المغربي اللي كان يعتبر المنتخب البلجيكي منتخب لا يقهر، مقابلة ودية أكيد، لكن في نهاية الأمر حتى منتخب ما ينجم يخلي روحه ينهزم في مقابلة إعدادية أخيرة قبل كأس العالم. شوف عندي رأي مخالف مع مراد. نرجعوا له، خليني في السؤال هذا مخالف. المنتخب المغربي احنا نحكيو فيه معناها طاح في مجموعة فيها كرواتيا وبلجيك والكندا. نعم. كرواتيا عملت فينال 2018، بلجيك الثالثة، بمعنى أن المنتخب المغربي معناها باش يلعب مع زوز منتخبات لعبوا المونديال تساووا الثانيين والثالثين. الفرق المنتخب المغربي بالمنتخبات العربية الأخرى، عندهم لاعبين يلعبوا ساعة في الأونيفو في الأوروب، وقت يلعب ما يخافش ما يحطش في مخه التفكير وباش يلعب ضد كرواتيا ولا بلجيكا.